ميساج قاصح من بنزديرة: الجزائريين المتعصبين شجعوا المنتخب الوطني المغربي كما كتشجعوا المنتخب الجزائري، هذه مجرد كرة. تابعوا الفيديو. الأمر الثاني، علينا أن نفرق ما بين الخلافات السياسية وما بين هي الهضرة. هذا بنزديرة ديالكم هذا بنزديرة اللي متعصب وكيقول شي هضره اللي في شكل، ولكن في هذه القضيه هذه برافو عليه. الحقد الدفين اللي عند بعض الناس المرضى النفسانيين، مرضى ناس عندهم حقد في قلوبهم. هنا أتكلم على الفريق المغربي. الفريق المغربي أدى مقابلة في القمة مع فريق اسكتلندا وفاز، وبالتالي حقق يعني نقطة مهمة، وهذا الشيء المفروض نفرحوا له، أنه فريق عربي استطاع أن يسجل اسمه بأحرف من ذهب في هذه البطولة بعد ما سجل اسمه في البطولة الماضية في قطر. الآن البطولة هذه كمقابلة أولى نفرحوا لها، لأنه مثل ما قلت لكم كرة القدم للنزهة، للمتعة، استمتاع، ماهوش باش كاين بعض المعلقين ولا بعض شفت في الفيسبوك حقد دفين والمروك وربحت والاربيت كان معاهم شي تمسخير تاعكم. عيب عليكم، عيب عليكم. احنا عندنا خصومة سياسية مع النظام المغربي، وليس خصومة مع الشعب المغربي اللي هو مشتاق مثله مثل الشعب الجزائري إلى فسحة من الأمل، إلى فرحة، إلى زهوة، يزهى يفرح. إذن مفروض علينا أننا نفرح مع إخواننا المغاربة في هذه المناسبة، مثل ما حزننا مع الفريق التونسي اللي خسروا خسارة يعني مدوية، نظن 5-1 ولا 5-0. المغرب، فوز المغرب هذا الشيء فرحنا، مفروض نفرحوا. ونعاود نقول لكم مشكلتنا مع المغرب الشقيق، نعم المغرب الشقيق ما تقدرش تنحيها، دولة عربية أمازيغية مسلمة جارة. ما عندناش مشكل احنا مع الشعب المغربي، ما عندناش مشكل مع الشعب المغربي، وحتى الدولة المغربية يعني النظام والحكم الملكي موش مشكل، يعني عندنا مشاكل معاه سياسية من قديم وما كل مرة تزيد. ودائما نعطيكم التاريخ من 57 إلى 63 إلى اختطاف طائرة 6 إلى 75 76 إلى 94. عندنا معاهم تراكمات سياسية لا علاقة للمواطن المغربي المغلوب على أمره بهذه القرارات السياسية اللي تتحكم فيها زمرة حاشية الملك، سواء الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله أو الملك الحالي محمد السادس أو اللي يجي بعده ابنه ولا غيره. هذا النظام الملكي عنده مشكل سياسي مع الجزائر تاريخي. هذه المشاكل السياسية تحل سياسيا، ما ندخلوش كل مرة ندخلوا القفطان، ندخلوا مش عارف أنا الكسكس، ندخلوا البلوطة، ندخلوا الخزف الفسيفساء هذاك الخزف، ندخلوا شيء الصراعات الهامشية من الطرفين. أنا لا أنتقد أهل بلادي، لا، حتى المغاربة هذو المعقدين هذو، لأنه كاين بعض المغاربة اللي عندهم حقد دفين تجاه الجزائر، أغبياء. وكذلك الأمر بالنسبة للجزائريين اللي عندهم حقد دفين، هذو لازم يتخلصوا من هذا المرض اللي فيهم وهذه العقدة اللي فيهم، ولازم يفرقوا ما بين الخلاف السياسي والعلاقات الاجتماعية الإنسانية التاريخية. عندنا علاقات مع المغرب إنسانية اجتماعية تاريخية ثقافية فنية تراثية، وعندنا معاهم مشكل سياسي. إذن خلونا نركزوا في المشكل السياسي. وأنا قلت لكم مشكل السياسي الآن ما بيننا وما بين المغرب يبقى في نقطة واحدة اللي معكرة الجو بشكل كبير، اللي هي أزمة 1994. لو النظام المغربي يحل هذا المشكل تاع 1994، المشاكل الأخرى يصير فيها نقاش. إذا ما تحلش المشكل تاع 94 ما يتحل حتى مشكل.
أنت تتهمني أنني إرهابي ودبرت لك عمليات إرهابية في بلادك في المغرب، بعد كده تقول لي أروح نتناقشوا على قضايا أخرى. ما نتناقش معاك، ما نتناقش معاك أصلا. لازم تعترف أنك غلطت في حقي واتهمتني اتهام باطل وظلمتني، ثم تعال نناقش أمور أخرى. أما أنك تقول لي لا خلي الموضوع هذاك 94 خلوه على جنب وروح نتناقشوا، ما نتناقش معاك في حتى قضية سياسية، ما نتناقش معك في حتى قضية سياسية حتى نحلوا المشكل هذا. أما العلاقة ما بين الشعوب ثقافيا ورياضيا وفنيا، أنا لست ضد تبادل ثقافي، تبادل رياضي، تبادل فني، لست ضد، لكن تبادل سياسي أنا ضد. علينا أن نفرق ما بين المشكل السياسي والمشكل الاجتماعي والثقافي والفني والأدبي والتاريخي، وهذه أمور أخرى. إذن علينا أن نفرح لأفراح إخواننا المغاربة في هذه البطولة اللي هي بطولة أفراح. أتمنى التوفيق للفريق الجزائري طبعا، وكذلك للفريق المغربي والفريق التونسي وباقي الفرق العربية، وهي كثيرة والحمد لله في هذه الطبعة من كأس العالم. وسمعتوا دابا الهضره بن زديره؟ هذا بن زديره اللي كتقولوا عليه متعصب وكيعادي المغرب وكيقول شي هضره اللي ما صالحاش، ودابا هنايا قال هضره اللي معقوله. هذه كتبقى مجرد كره القدم، مجرد لعبه. يعني المغرب ولا الجزائر شجع المنتخب اللي بغيتي، وما يكونش داك الحقد وما تنوضش داك العداوه وداك البغضاء، حيت تابع المنتخب المغربي باغي يتقصى، تابع المنتخب الجزائري باغي يتقصى. كورة صاحبي، اللي يربح يربح، واللي تأهل بصحته، واللي تقصى مشان ما عندنا ما نديرو له. لا كسا سوا المغرب ولا الجزائر، هضروا واحد الهضره اللي معقوله صاحبي. هذه مجرد لعبه وهضروا بالعقل، كيبقى مشاركه مجرد لعبه كما كتعرفوا. وديروا بحال بن زديره وبقاو تقولوا شي هضره اللي معقوله بحال هكا. بن زديره والله العظيم الا عجبني التدخل ديالو، عجبتني هاد الهضره ديالو، حيت قال واحد الهضره اللي منطقيه، قال هضره اللي معقوله. بقاو تابعين حنايا هادشي. كاين مناوشات، كاين خلافات سياسيه بين المغرب والجزائر، ولكن قضيه الكره هذه ابار صاحبي. المنتخب المغربي بقاو له العداوه وتبقى تضحك وتبقى الاخر وتتمنى له الخساره بواحد النتيجه اللي كبيره، ومع العلم ان المنتخب المغربي هانتوما كتشوف الحمد لله راه غادي في نتائج زوينه. الجزائر دابا امام المحك، الجزائر اللي عندها واحد الصعوبه في اللقاء ديال النمسا اللي خصها ضروري تغلب ولا التعادل. نتمنى واحد سعيد للمنتخب الجزائري وباقي المنتخبات العربيه. تهلاو.